قول يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. حمستك شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من هنا من أمام مجلس الشورى ببعت رسالة شكر لكل أبناء دائرة شعب دمياط، وبقول لهم يعني أنا لا أجد كلمات الشكر أقدمها لكم على ما أوليتموه لنا من ثقتكم الغالية، إلا أننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على يعني تحمل هذه المسؤولية التي أوليتمونا إياها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم بنا إن شاء الله، وأن نكون يعني خداما لشعب دمياط، وأن نسعى جاهدين لرفعة دمياط وشعب دمياط إن شاء الله. أما رسالتي الثانية لشعب مصر كله، بقول له إن شاء الله يعني نواب مجلس الشورى سيقدموا نموذج مشرف ليدحضوا به يعني الشبه اللي ألقاها أو اللي ألقتها وسائل الإعلام على أن مجلس الشورى ليس له دور فعال، وأنه مجلس شرفي. هنحاول جاهدين أو سنسعى جاهدين إن شاء الله تبارك وتعالى لنثبت لشعب مصر أن مجلس الشورى له أهمية كبرى، وأنه الذراع الأيمن لمجلس الشعب، وأنه المنوط به التخطيط لمستقبل البلد. هذا المجلس العريق الذي له تاريخ عريق من أيام محمد علي والخديوي إسماعيل، سوف يعني ننهض ببلدنا زي الدول المتقدمة اللي عندها النظام البرلماني قائم على غرفتين. يبقى غرفة مجلس الشورى عندنا إن شاء الله مفعلة ولها دور مهم جدا، سيلعب دور كبير في إن شاء الله بناء نهضة مصر والنهوض بمصر والنهوض بالمواطن المصري إن شاء الله. شكرا.